ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيخاطب المؤمنين كلهم اللي من كل الجنسيات والألوان، ما فيش فرق بينهم. ربنا سبحانه وتعالى لما قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم كان بيخاطب المؤمنين. ربنا لما قال لنا نقاتل اللي يقاتلونا ولا نعتدي كان بيخاطب كل المؤمنين كل المسلمين في جميع أنحاء العالم وكل الجنسيات والألوان. ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا نكون ايد واحده وعصبه واحده علشان لو تفرقنا خلاص انتهينا، كان بيكلم كل المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى عايز امه الاسلام تبقى امه واحده بغض النظر عن جنس او لون. انما دلوقتي لما بتتعالى الاصوات بتاعت بلدي وحدودي، ماليش دعوه بفلسطين، هم اللي ضيعوا ارضهم، ماليش دعوه بالسودان، هم اللي مش عارف عملوا ايه، دي اصوات جايه من اسرائيل. لازم الناس تكون فاهمه وتعي كده، احنا في حرب ضروس، حرب النهايه، حرب يوم القيامه. يا تبقى رباني يا تبقى مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، يا اما انت خلاص خارج المعادله دي، ما انتش تبع المؤمنين ولا المسلمين. حتى لو كنت دقنك قد كده، حتى لو كنت لابسه خمار ونقاب، هي كده، يا انت ضد اسرائيل وكل ما تروجه اسرائيل وكل ما بتحاول تعمل فرقه ما بين المسلمين انت لازم تكون ضد الفرقه دي، يا اما انت تبع معسكر اسرائيل. اختار، بلاش تمشي ورا شويه مش هم مش اغبياء طبعا، شويه الاذرع بتاعت اسرائيل اللي موجوده في الاعلام اللي بتطلع تقنع الناس باي طريقه، وعمالين الاصوات بتتعالى قوي دلوقتي، احنا مصريين، احنا فراعنه، احنا مش عرب، احنا الكلام ده كله ليه يعني؟ عشان ايه بقى؟ اشمعنى دلوقتي؟ ما احنا طول عمرنا مصريين، وما بحبش كلمه فراعنه طبعا، احنا قدماء المصريين، لكن فرعون ده سيرته وحشه قوي في القران، فانا ما شرفنيش ان انا اقول انا فرعونيه، انا من قدماء اجدادي هم قدماء المصريين، الحضاره بتاعت قدماء المصريين. لكن فرعون ده ملك من حكموا مصر في فتره معينه وما كانش كمان مصري زي ما في مؤرخين كتير بيقولوا، فبلاش ننسب نفسنا ليه، احنا من قدماء المصريين. اشمعنى بقى الاصوات المره دي عاليه قوي؟ وعلشان عايزين يفصلوك عن القوميه العربيه. ليه دروس التربيه الوطنيه اتلغت؟ ليه عايزين يدمجوا تاريخ وجغرافيا مع بعض؟ ليه كل المحاولات دي فجاه وفي التوقيت ده تحديدا، في الوقت اللي هي الحرب ما بين الحق والباطل شغاله؟ هي يا دوب ابتدت على فكره. الحرب اللي دايره في فلسطين دي بدايه الحرب بيننا وبين الكيان الصهيوني، واللي مش فاهم كده يبقى اهبل. اللي فاكر انه الحرب دي مش هتطول كل الدول العربيه يبقى اهبل. بني صهيون ليهم مخطط وعايزين يعملوه باي طريقه. يبقى لازم على الاقل اكون حاسس بالقضيه دي انها قضيتي، مش مجرد قضيه الفلسطينيين اللي جنبي، لا دي قضيتي الشخصيه. لكن الاصوات المنكره دي ارجوكم خدوا بالكم منها، ارجوكم خدوا بالكم. في الوقت ده بالذات طالع فيلم الملحد بتاع ابراهيم عيسى اللي هو اتوقف ده دلوقتي، وتكوين وبكوين والهبل ده كله طالع ليه؟ طلع واحد من التيار التنويري العلماني ما احبش اذكر اسمه، وعمال يقول لك فلسطين دي ارض ملهاش لازمه ولا ليها قيمه ولا هي عاليه ولا هي، فانت ايه التخلف اللي انتوا فيه ده؟ ايه الكذب اللي انتوا فيه ده؟ ايه المبررات السخيفه اللي انتوا عايزين تنزعونا من جلدنا باي طريقه، وعايزين تضيعوا القضيه، وعايزين تساندوا الصهاينه باي طريقه؟ انا مش قادره انسى ابدا كلام ماجدة هارون لما بتقول ايام جمال عبد الناصر في يهود كتير ما رضيوش يطلعوا من مصر فغيروا اساميهم لاحمد ومحمد ومينا ومرقص. شوفوا بقى كل الاصوات اللي بتتكلم دي، كل الاصوات اللي بتنعق لصالح اسرائيل، هم دول اللي غيروا اساميهم ايام جمال عبد الناصر. ارجوكم خلوا بالكم عشان الخطر كبير قوي.